عشان غلطة زي دي ممكن تبهدل لك الموتور. السلام عليكم. ايه ده يا جماعة بقى؟ ده المفروض الزغاد بتاع الحدافة. ده اسمه ايه ده بقى؟ المكنة ما بترفعش زيت فوق، وجاية تعمر بسبب ان هي ما بترفعش زيت فوق. طبعا واضح ان الراجل ده كان بيغير تقريبا ورق دبرياج قبل كده، او فك يعني الوش ده، ماشي. والفني اللي اشتغل له وركب له الزغاد ده. طبعا ده ما ينفعش. المكنة موتورها كان ممكن يقفش بسبب ايه؟ بسبب الزغاد ده. شايف ده؟ ده ما ينفعش يركب هنا. ليه ما ينفعش يركب هنا؟ لان بص زي ما انت شايف جوه كده اهو، زي ما موضح اهو مع حضرتك. تمام. جوه في بنز المفروض بيقعد عليه الزغاد. الزغاد بيبقى فيه شطفة من هنا، تمام، بيعمل سوست عليه. فده ما ينفعش. طبعا الزغاد اهو احنا جبناه اهو. الزغاد زي ما انتوا شايفين اهو مشطوف. الشطفة دي بتقعد على البنز اللي جوه بالشكل ده اهو، زي ما انتوا شايفين، وبيعمل سوستة اهو. لازم يعمل سوستة كده عشان لما الوش يركب بياخد المسافة بتاعته والخلوص بتاعته، ويعدي مجرى الزيت من الحدافة. تمام. لكن ده ايه ده يا باشا؟ ايه ده بقى اللي انت حاطه حضرتك ده؟ بتخترع لنا ليه؟ مفيش اي سوستة ولا في اي حاجة. ايه ده بقى؟ والمكنة جاية تعمر بسبب الموضوع ده، والمكنة ما بترفعش زيت فوق. اتقوا الله. اتقوا الله، الناس ما بتلاقيش الفلوس في الشارع. ناخد بالنا يا جماعة عشان غلطة زي دي ممكن تبهدل لك الموتور. شايف ده؟ ده اللي ملوش اي 30 لازمة، ممكن يدخلك في عمرة. تمام. اتقوا الله. سلام عليكم.